موسى شاب يهودي عايش في أحد أحياء اليهود في فرنسا. كان عايش مع والده بعد ما أمه سابتهم وطفشت، وبعد ما كمل 16 سنة كان عاوز يجرب الخروج مع البنات. قدام بيته على الناحية التانية من الشارع محل بقالة لواحد بيقولوا عليه العربي يعني بيفتح كل يوم، وحتى يوم الأحد يوم أجازة البقالين. كان بيجهز نفسه إنه يبقى شخص يهودي بالغ، وبيلبس البرنيطة اللي كانت بترمز لليهودية. وهو صغير والده جاب له حصالة يحوش فيها الفلوس، وقال له كل فترة هديك فرانك. قال له لما الفلوس تبقى كتير أعمل إيه؟ أمي هترجع؟ قال له لأ، بس هتبقى سعيد. والده كان شخص متشائم ودايما عابس الوجه. مومو كان اسم الدلع بتاعه. كسر الحصالة وراح دكانة العربي السيد إبراهيم علشان يجمدها، وراح ادى البنت الهدية ورجع يلعب كورة تاني في الشارع مع الأولاد اللي في سنه. والده رجع من الشغل تعبان ومكتئب كالعادة. كان بيدي موسى كل يوم مصروف علشان يجيب أكل ويجهزه، وكان بيحاسبه بالقرش والمليم، وقال له بأكتب سعر كل حاجة تشتريها. موسى راح دكانة العربي جاب المناديل وسرق أكله وحطه في جيبه، وهو رايح يحاسب كان بيكلم نفسه وبيقول ده عربي ما يهمش إني أسرقه. وهو بيحاسب السيد إبراهيم قال له على فكرة يا مومو أنا مش عربي، أنا من منطقة اسمها الهلال الذهبي. وهو خارج السيد إبراهيم وقفه واداله الباقي كمان. الولد استغرب هو ازاي سمعه، ده كان بيكلم نفسه. راح لوالده وكان محضر تورته بسيطه. والده بيقول له ايه المناسبه؟ قال له النهارده عيد ميلادي. والده حاول يبقى اب طبيعي وابتسم في وش مومو وقال له كل سنه وانت طيب، لكن ما اكلش معاه التورته ولا طفى الشمعه. مومو كان حاطط شمعه واحده في التورته، ودي كانت بتدل على الوحده اللي هو كان حاسس بيها، لان والده كان دايما بينتقد تصرفاته وبيقول له اخوك بولي كان افضل منك. ولما كان بيساله عن اخوه كان بيقول له مشي مع امك. كان كل يوم يروح يسرق اكل من دكان السيد إبراهيم اللي كان دايما بينده بمومو. الولد استغرب لما لقى السيد إبراهيم عارف إن اسمه الحقيقي هو موسى يعني يهودي، والراجل بيعامله بلطف رغم إنه مسلم. قال له أنت تعرف موسى؟ قال له طبعا، لأن عارف اللي موجود في قرآني. وفي يوم كان في تصوير سينما في الشارع قدام المحل، والناس كلها متجمعة علشان تتفرج على المشهد اللي كان فيه البطلة بتمثل دور فتاة ليل بشكل أبهر الجميع، حتى فتيات الليل اللي كانوا واقفين. واحدة منهم قالت إنها بتبيع نفسها على الشاشة زينا. السيد إبراهيم انبهر من جمال السينما، وفي نفس الوقت الممثلة بتدخل المحل تطلب إزازة مية. إبراهيم بيروح يجيب لها المية وبيغلي تمنها. قالت له ما كنتش أعرف إن المية نادرة قوي عندكم كده. عكسها وقال لها النجوم هي اللي نادرة. ضحكت ومشيت. إزاي تديها المية بالسعر ده؟ قال له أمال أعوض الأكل اللي أنت بتسرقه إزاي؟ الولد اتكسف وعرف إن إبراهيم كان عارف إنه بيسرق الأكل، ورغم كده عمره ما عامله وحش أو حتى اتهمه بالسرقة. موسى قال له هبقى سدد لك الفلوس. قال له انت مش مديون لي بحاجه، بعد كده خد اللي انت عاوزه من المحل بس ما تسرقش. وساعده في انه يغش والده وجهز له الاكل بالميزانيه اللي والده سايبها له، وقال له والدك هيفتكره مخ مطبوخ ومحدش هيكتشف، بس انت ما تاكلش منه. والمشروب اللي والده بيشربه. وفعلا عدت عليه وكمان اعجب جدا بالاكل. مومو قال له بس على فكره ده سعره غالي جدا. مومو كان مبسوط انه قدر يحل مشكله الاكل لوالده، لكن والده كان شخص متشائم لابعد الحدود، وكان دايما قاعد في اوضه مكتبه بيقرا. قال له والده ازاي الانسان يقدر يسمع افكار غيره؟ والده قال له ده مش ممكن الا في الخرافات والاساطير اللي انت بتقراها. كان بياخد شحنه يأس من والده وبيروح الدكانه يفرغها عند السيد ابراهيم اللي بيديله شحنه امل وطاقه. لما راح الدكان ابراهيم قال له انت ليه مكشر على طول؟ مومو قال له انا مش غني علشان اضحك او ابقى مبسوط. ابراهيم قال له الابتسامه هي اللي هتخليك مبسوط، جرب. وفعلا في يوم في المدرسه المدرسه سالته سؤال وما كانش عارف اجابته، لكنه قال لها الجمله وهو بيبتسم. المدرسه ضحكت وسامحته. وفي يوم والده رجع من الشغل حزين ومكتئب كالعاده. مومو قابله بابتسامة على أمل إنه يغير طريقة معاملته ليه، لكن على العكس قال له أنت بتبتسم ليه؟ أسنانك شكلها بشع وعاوزة تقويم. الولد طق منه وراح لدكانة إبراهيم اللي بقى يلاقي فيها الراحة وهو بيتكلم معاه. إبراهيم لاحظ إنه غضبان وزعلان جدا. الولد قال له على حكاية تقويم الأسنان اللي أبوه قالها له. إبراهيم قال له خلاص ما تبقاش تفتح بقك قوي وأنت بتبتسم، كده المشكلة اتحلت. وعزموا إنهم يخرجوا مع بعض ويتمشوا يوم الحد، وفعلا خرجوا مع بعض وبدأت علاقتهم ببعض تتطور. ولما تصوروا الصورة اللي بتمثل علاقتهم ببعض بدأت توضح حبة بحبة. مومو لاحظ إن السيد إبراهيم بيشرب. قال له مش الإسلام بيمنعك من كده؟ قال له أنا صوفي ودي طريقة تفكير مش مرض، ولو إن في طرق تفكير كتير عبارة عن أمراض. بدأ الولد يدور على تعريف كلمة الصوفية، لقاها طريقة تفكير داخلية بعيدة عن قواعد الدين الحقيقي، وهي عبارة عن دين داخلي كل فرد أو جماعة صوفية بتحطه لنفسه. المرة دي والده رجع من الشغل وقال له احنا هنضطر نمشي من الحي ده كله لأني سبت الشغل ولازم أدور على شغل جديد في مكان تاني. مومو كان زعلان جدا إنه هيسيب شارع بلو
اللي كبر وتربى فيه. راح دكانة إبراهيم وقال له أنت ليه مبسوط على طول؟ قال له علشان أنا عارف اللي في قرآني. مومو قال له والدي يهودي، وفي نظره إن اليهودي لازم يفضل مكشر على طول. هنا السيد إبراهيم قال له أنت محتاج حذاء جديد لأن حذائك قدم قوي. قال له مش معايا فلوس. قال له أنا هجيبهولك هدية، لما الحذاء بتاعك يتعبك غيره، في إشارة للمذهب اللي هو بيعتقد فيه. لو مش لاقي فيه السعادة والراحة غيره. ممكن تغير طريقة تفكيرك لكن مش ممكن تغير مخك. ممكن تغير الأسلوب والطريقة اللي انت ماشي بيها لكن مش ممكن تغير رجليك. وفعلا راح يشتري له حذاء جديد من محل باتا. كنت عارف انك عالمي يا باتا والله زمان. والولد كان فرحان بيه جدا وعمال يرقص في الشارع من الفرحة. لما روح حط الحذاء القديم بتاعه على الترابيزة وشاف جواب بيفتحه، لقاه من والده بيعتذر له ان اضطر يسيبه ويبعد عنه، وساب له فلوس في الظرف وارقام تليفونات قرايبهم. وواضح من الشخبطة اللي في الجواب ان الاب مشوش. الولد اتصدم طبعا وبص لورا ناحية الحذاء القديم وكأنها حياته وتفكيره اللي لازم يغيره. لكنه مشي في الطرقة واخد البرنيطة اللي بترمز لليهودية ولبسها وفتح أوضة المكتب بتاعة أبوه. وفجأة خلع البرنيطة بغضب وهرسها وقطعها بين ايديه ورماها على الأرض. راح الدكان لقى السيد إبراهيم بيقرأ القرآن، عمل نفسه بياخد حاجة علشان يبص في الكتاب وخرج وهو بيتلكع. لكن إبراهيم عرف اللي جواه واداله نسخة من القرآن. بدأ الولد يقرأ في القرآن وهو بياكل وهو بيذاكر. مع البنت اليهودية اللي من سنه واعترف لها بحبه ليها وقال لها أنا ليا أخ لكن عمري ما شفته قبل كده، عايش مع أمي. وبدأ يعيش حياته بسعادة ودايما يحكي لإبراهيم كل مشاكله. وهم قاعدين بيشربوا الشاي إبراهيم قال له أبوك لاحظ إنك بتقرأ القرآن؟ قال له أبويا سافر وأنا بقراه في السر. إبراهيم قال له لازم تستحمى كل يوم وخصوصا قبل ما تقرأ القرآن. راح باع الكتب اللي في مكتبة أبوه علشان يشتري هدية للبنت اليهودية عبارة عن اسطوانة رقص كانوا بيرقصوا عليها. لكن لما راح يديلها الهدية لقاها مع شاب تاني وطلع السلم جري وفتح الشباك وحدفهم بالاسطوانة. إبراهيم خده الحمام علشان يستحمى. الولد صرحه إنه دايما مش واثق في نفسه وحاسس إن في حد دايما أفضل منه هياخد منه كل حاجة حلوة. إبراهيم قال له ما تزعلش على الحب اللي انت بتديه لأن الحب ده بيفضل. ازعل على الحب والمشاعر اللي انت بتخبيها وما بتظهرهاش. هنا الولد قال له طب انت ليه ما تبقاش يهودي؟ إبراهيم قال له دي إيدي ودي بقي، في حاجات مش هتقدر تعرفها بالعقل، في إشارة لأن حتى أعضاء الجسم مختلفين. في حاجات لازم تعرفها بقلبك، في إشارة لأنه مرتاح ومبسوط بالدين الإسلامي يبقى ليه أغير ديني؟ وفي يوم الولد مومو كان بينشر على الحيطة وكان كاتب اسم والده بولي السبب في تعاسته. فجأة جرس الباب رن. لما فتح لقى الشرطة داخلة وقالوا له إنهم لقوا جثة والده قرب شريط القطر، إن والده انتحر. زينوا علشان يتعرف على الجثة وراح دكانة إبراهيم. الشرطة بتدخل الدكان وإبراهيم مستغرب. قالوا له أنت تعرف والد الولد ده؟ قال لهم أبوه كان صديقي. وقفل الدكان وراح يدفن والد موسى اللي كان مستني إبراهيم يرجع بفارغ الصبر. وراح استقبله على المحطة وأول ما شافه جري عليه لأنه بقى كل حاجة بالنسبة له دلوقتي. وبدأ موسى يغير ألوان البيت الكئيبة الغامقة هنا باللون الأبيض رمز الفطرة والنقاء. والدته دخلت عليه الشقة وهو عارفها من الصورة لكنها معرفتوش. قالت له أنا بدور على موسى. قال لها مفيش هنا حد بالاسم ده. قالت له أمال أنت مين؟ قال لها أنا كمان اسمي مومو لكنه تصغير لاسم محمد، أنا اسمي محمد. وطبعا هنا الكاتب عايز يقول إن مفيش فرق بين محمد وموسى. قالت له ما تعرفش هو فين؟ قال لها مشي يدور على أخوه الكبير بولي. قالت له ابن الكبير اسمه موسى. عرف إن أبوه طول الفترة دي كان بيكذب عليه وكان معيشه في وهم كبير. راح دكانة إبراهيم وعرض عليه إنه يتبناه. إبراهيم رحب بالفكرة جدا وبكرة نعمل الإجراءات. الولد فرح ورجع يرقص تاني. أما في المصلحة الحكومية كل الموظفين والمحامين قالوا له مستحيل تتبنى طفل وانت مش فرنسي، ما عدا محامية واحدة قالت له ممكن. راح إبراهيم يشتري عربية علشان يفسح فيها مومو. الموظف قال له انت معاك رخصة؟ قال له طلع له ورقة مكتوبة بالعربي. الراجل طبعا معرفش يقراها. لما حب يشتري العربية ويدفع كاش الموظف قال له ده ممنوع. إبراهيم قال له ليه؟ أنا قبلت الفلوس الكاش، ليه انتوا ما بتقبلوهاش؟ تاني يوم الموظف جاب له العربية قدام المحل. ركب مومو العربية وكان فرحان بيها جدا. إبراهيم لما ركب العربية معرفش يسوق. قال له امال الرخصة اللي انت طلعتها للراجل دي كانت ايه؟ قال له لا ده كان جواب من صديقي عبد الله، انا متعود اسوق عربيات تانية. الولد قال له اللي بتجرها الخيل؟ قال له لا الحمير. الفيلم لا يخلو من المواقف الكوميدية الكتيرة اللي ابدع فيها عمر الشريف كالعادة، وكان واحد من ادواره الجميلة في السينما وفاز بجائزة سيزار عن دوره في الفيلم ده. وبدأ يتعلم السواقة علشان الرخصة. مومو معاه دايما غششه الإجابات لحد ما أخد الرخصة.
قفل الدكان بتاعه علشان ياخد موسى في رحلة طويلة لحد بلده الهلال الذهبي، المنطقة اللي بين تركيا وإيران. ودع مومو كل أصحابه والبنت اليهودية اللي كان بيحبها، وركب مع إبراهيم العربية، وبدأ إبراهيم يعلمه كل اللي اتعلمه. وداه ألبانيا واليونان ولففه دول أوروبا. لو أنا عشت حياتي كلها مش مستعجل على حاجة، يمكن ده اللي كان محسسني بالرضا. وركبوا العبارة وعدوا لتركيا، وبنشوف المآذن الإسلامية العالية ونظرة السعادة على وش السيد إبراهيم. ومومو خدوا ودخلوا الكنيسة الأرثوذكسية، وبعد كده دخلوا الكنيسة الكاثوليكية، وفي النهاية دخلوا المسجد. هما داخلين قال له اخلع الحذاء، في راحة أكتر من كده. وبدأ إبراهيم يدعي، وخرج مع مومو واتفسحوا في تركيا، وأكلوا الحلويات وحمص الشام أو الحلبسة. وبعد كده ركب العربية وأخد مومو وقرب من بلده، وهناك دخل مكان فيه مجموعة من الصوفيين، وشاف طقوسهم وهم بيلفوا حوالين نفسهم زي الناس اللي في الموالد المصرية، وكأنه طقس صوفي عالمي. قال له هما بيعملوا كده ليه؟ قال له دول بيلفوا حوالين قلوبهم. ولما سأله هي دي صلاتهم سكت، وقعد على القهوة يشرب شاي. مومو راح يرقص مع مجموعة من الشبان اللي في سنه. لما رجع لقى إبراهيم قاعد وحواليه ناس كتير وعمال يشرح لهم ويكلمهم، غاوي قعدة فسح عمر الشريف. وصلوا رحلتهم لحد ما وصلوا لمسقط رأسه، وهنا طلب من مومو انه ينزل يستناه هنا لانه غايب كتير ومش عارف ايه اللي مستنيه هناك. وقال له هرجع لك قريب، وودعه وقال له تعامل بابتسامتك. لما مشي الأولاد اتجمعوا على مومو علشان معاه كاميرا. الكاتب الفرنسي كان بيدعو للتكامل في الفيلم ده، تكامل الأديان، إن كل الأديان موجودة علشان تخلي الإنسان سعيد. فإن كان في الرواية أظهر جوانب كتير عن سماحة الدين الإسلامي. وفجأة جه واحد راكب موتوسيكل طلب من مومو يركب وراه. فعلا ركب مومو وراه لما لقى الراجل بيقول اسم السيد إبراهيم. وهم ماشيين بالموتوسيكل مومو شاف عربية السيد إبراهيم مقلوبة على الطريق وبتطلع دخان. ولما وصل القرية عبد الله صاحب إبراهيم أخد مومو ودخله البيت. لما دخل لقى إبراهيم متصاب بشدة من الحادث ونايم على الأرض. قال له أنا كنت جاي أزور أصدقائي وأهلي، كنتش عارف إن دي نهاية رحلتي. مومو قال له أنا خايف. إبراهيم قال له أنا مش خايف لأني عارف اللي موجود في قرآني. وقال له أنا عشت حياتي إنسان محترم. ومات إبراهيم واتدفن في قريته اللي جه منها. مومو راح للمحامي لقى إبراهيم كاتب في الوصية إنه يورث الدكان والبضاعة كلها، واداله نسخة المصحف بتاعه. لما فتحها مومو لقى الزهور جوه المصحف. كبر مومو بقى هو العربي صاحب الدكان اللي بيفتح كل يوم. وكان فيه ولد يهودي برضه بيسرق أكل وبيقول ما هو عربي. مومو بيرجع له الباقي وبيقول له أنا مش عربي، وكأن القصة بتتعاد من أول وجديد. لو الفيلم عجبك ادعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.